في قلب الرباط وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، وفي نهائي يشبه ليالي أوروبا الكبرى، خطف ميلودي سانداونز الجنوب إفريقي لقب دوري أبطال إفريقيا 2026 بعد تعادل مثير أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد ليتوج باللقب بمجموع 2-1. الجيش الملكي دخل المواجهة بقوة وسط أجواء جماهيرية نارية، ونجح محمد حريمات في افتتاح التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 40 ليعيد الأمل لجماهير الرباط ويشعل النهائي من جديد. لكن سانداونز رد في الوقت القاتل من الشوط الأول عبر تيبوهو موكوينا الذي سجل هدف التعادل الثمين، هدف كان كافيا لوضع الفريق الجنوب إفريقي على طريق التتويج. في الشوط الثاني ضغط الجيش بكل قوته وعاد ليحصل على ركلة جزاء ثانية عند الدقيقة 77، لكن الحارس رونوين ويليامز تصدى لها ببراعة وأنقذ فريقه من العودة المغربية. ورغم السيطرة والفرص الكثيرة لأصحاب الأرض، حافظ سانداونز على التعادل حتى صافرة النهاية ليكتب التاريخ ويتوج بثاني لقب إفريقي في تاريخه بعد نسخة 2016. نهائي كبير، أجواء جماهيرية مجنونة، وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق ليؤكد ميلودي سانداونز أنه أحد أقوى أندية القارة السمراء في السنوات الأخيرة.